اتكلمنا عن كاسيو وكمان شوية فخامة من رولكس وباتيك، بس الفيديو ده انا هكلمك عن براند مختلف، براند حب يثبت نفسه في سوق الساعات بشكل اخر بتوفير امكانيات لكل الناس اللي بتحب الساعات. بصراحة زود السوق بتفاصيل وتصميمات جميلة جدا، فخليني في الفيديو ده ارحب لك واكلم لك عن براند تايم اكس اللي خلى السوق يديله احترامه اجباري. اهلا بيك، انا معتز وبحب الساعات، والنهارده هكلمك عن 15 ساعة من براند تايم اكس. لما بتفكر في ساعة رقمية في أوائل الثمانينات أو الألفينات، معظم الناس كانت بتبدأ تفكر في كاسيو أو سيكو، بس يمكن في براند تاني مناسب ما بين البراندين دول، واللي هي تايم اكس كونتيننتال كيو 80. يعتبر من الساعات المنافسة للساعات الديجيتال من كاسيو. بالنسبة لإصدار الكيو 80 من تايم اكس، طلع في وقت كان في الكوارتز عامل طفرة في صناعة الساعات. تايم اكس المعروفة بأن هي الواتش فور ذا بيبل، يعني الساعة لكل الناس. ما كانتش عايزة بس تنافس، ولكن هي كانت عايزه تعمل ساعه ديجيتال وتكون فيها احساس بالكلاس، وده كان جواب براند تايم اكس باصدار الساعه اللي هي الكونتيننتال كيو 80. هي بتيجي بالراوندد كيس من الستانلس ستيل، وبيكون جواها مستطيل، جوه المستطيل ده بيكون فيه الارقام الديجيتال، وكمان شكل رفيع بيخلي الساعه حلوه في التلبيس. الفكره في الساعه الكيو 80 هي كانت بتمزج ما بين العمليه والاناقه الكلاسيكيه. لو انت شايف الكيو 80 من تايم اكس، هي كانت الخطوه من تايم اكس لساعات الديجيتال الكلاسيكيه وحاجه شبيهه ومنافسه لساعات الكاسيو الديجيتال، يبقى التايم اكس ايرون مان هي تكون البدايه للساعات الشبيهه لساعات الكاسيو جي شوك. دي الساعه اللي فيها التفنس والسبيد والانديورنس، والساعه دي اصلا بقت ايقونه ثقافيه. سلسله ايرون مان بدات سنه 1986، معموله بالذات للرياضيين واللي بيلعبوا اصلا رياضه اسمها ترياثلون، واللي بتكون مسابقه مكونه من سلسله ثلاثيه، واللي هي السباحه والعجل والجري. فتايم اكس ساعتها شافت ان هي فرصه ان هي تعمل ساعات ديجيتال سبورتس ووتش مش بس تكون متينه، ولكن تكون مخصصه للرياضيين. وفعلا الساعه دي نجحت. اول ما تايم اكس ايرون مان نزلت باصداراتها، اتباع منها كميات كبيره في اخر الثمانينات واوائل التسعينات. انا عايزك بقى تقولي في التعليقات انت ترجح اي ساعه من الجي شوك او ايرون مان من تايم اكس. الاصدارات اللي بعد كده قدمت حاجه اسمها وده خلاها واحده من احلى الساعات اللي ممكن تمتلكها. لكتير من الناس ايرون مان بالنسبه لهم ما كانتش عباره عن ساعه رياضيه بس، ولكن هي كانت ساعه شبابيه. حتى في رؤساء كتير من امريكا لبسوها، يعني عندنا بيل كلينتون كان مشهور انه بيلبس الايرون مان بتاعته اثناء رئاسته لامريكا، واللي لبس الساعه دي من سنين يوميا لغايه دلوقتي لسه بيشكروا في الساعه دي وبيقولوا ان هي عمليه جدا.